الكوارث اللي ممكن يسببها عدم وجود غطا البلف، قطعة البلاستيك اللي انت شايفها صغيرة وناس كتيرة جدا بتمشي من غيرها دي وشايفها بلا قيمة، من اهم الحاجات اللي في فردة الكاوتش في عربيتك. النهاردة بعملها لك تجربة عملية. غطا البلف دلوقتي هو اللي مربوط في البلف هنا، ومش حاطين الصمام او الابرة زي ما بنسميها، فلذلك انا بثبت لك بالتجربة العملية ان غطا البلف اهميته مهمة جدا، ان هو بيمنع تسرب الهواء زيه زي قلب البلف بالظبط وزي الصمام. ولذلك عدم وجوده ممكن لو الصمام نفسه او الابره اللي موجوده تلفت او صدت او بتسرب هواء، هيبقى سهل جدا ان العجله تريح معاك في وقت بسيط جدا. لكن اهو مفيش اي ابره جوه، ده لوحده كده، الغطا لوحده بيحافظ على ضغط الهواء موجود زي ما هو داخل الاطار. امان الكاوتش بتاعك. الخط الدفاعي الثاني هو البلف، وزي ما قلت لك تحافظ عليه بالغطا عشان تمنع دخول الاتربه والطين والميه جوه البلف فيتلف معاك. الخطوره اللي بتيجي لان البلف يكون فيه مشكله معاك، ان تسرب الهواء من البلف نفسه بيكون اسرع لو العجله دخل فيها مسمار. يعني لو العجله دخل فيها مسمار، تسرب الهواء بيكون بطيء جدا جدا جدا، عن مقارنه ان البلف نفسه القلب بتاعه او الصمام او الابره يجرى لها حاجه وغطا البلف مش موجود، فبيخلي تسرب الهواء لحظي، فبالتالي على ما تقف يكون الفرده مشيت عليها ودمرتها معاك. ولو عايز كاوتش باعلى جوده وسعر جمله، اتصل بينا او ابعت لنا رساله على الصفحه، هنرد عليك. اسعارنا اقل سعر في مصر واعلى جوده. عماد جد الاطارات، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معانا. السلام عليكم.